أهلا بيكم. رحلة المصيف هي أهم رحلة في السنة، وقت تجمع الأصحاب والعيلة، وقت الروقان والبعد عن الشغل والاهتمام بصحتنا. مش عشان بنصيف نرجع مشاكل بعد المصيف، مش عشان بنصيف نتجاهل حاجات مهمة احنا كنا بنهتم بيها في غير وقت المصيف، لأن اللي هيحصل لنا في المصيف هيفضل مكمل معانا، مش في الشتاء بس إنما طول سنين العمر. الاهتمام بجلد الأطفال مهم جدا 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 في فترة المصيف. العلم اتغير واتطور، وهنا عارفين ان التغيرات اللي بتحصل في جلد الطفل بتأثر عليه. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة لازم اجهز نفسي وانا رايح. لازم ابقى عارف معلومات طبية سليمة عن العناية بالجلد، عن الشمس، عن واقيات الشمس. مش كفاية ابدا ان انا احط واقي الشمس بس، ده انا لازم احطه صح واقعد في الظل قدر المستطاع. التانينج مش الحاجة الهيلثي. التانينج بيدي شكل جميل، انما وجوده مش الحاجة الهيلثي للجلد. التانينج ممكن يؤدي لظهور علامات تقدم السن على البشرة بسرعة. التانينج ممكن يؤدي للإصابة بأمراض جلدية مش دلوقتي، إنما لما نكبر شوية. الأمراض دي للأسف في بعض الأوقات ممكن ما تبقاش حميدة، عشان كده مهم جدا أحمي نفسي من الشمس. على قد ما أقدر أقعد في الظل، على قد ما أقدر أتجنب الطلوع في الشمس في وقت الظهيرة. يعني أنسب ساعتين للتعرض للشمس هم الساعتين اللي بعد الشروق أو قبل الغروب. الشمس في المصيف ما بتبقاش زي الشمس في المدينة خلال نفس الشهر ونفس اليوم. ليه؟ لأن في ريفلكشن للأشعة فوق البنفسجية من المية بتاعة البحر بنسبة 100%، وكمان من الرملة بتاعة الشط بنسبة من 50 ل 70%. فبقينا معرضين لأشعة الشمس بشكل أكتر من الضعف، وده يأثر علينا بشكل سلبي. الاهتمام مش بالجلد بس، بالشعر كمان. الشعر بتاعنا ربنا خلقه ليه مسمية، فلو نزلت بشعر المية على طول همتص كل اللي في المية، سواء البسين أو مية البحر. عشان كده لازم أغسل شعري بالمية قبل ما أنزل. ممكن كمان ألبس البونيه، لأن البونيه بتاع البحر مهم جدا. ممكن أحط عليه حاجة تحميه زي الفازلين الطبي قبل ما أنزل المية بحوالي ربع ساعة. ده علشان أقي نفسي وأنا رايح. بس خد بالك إن أنا في بيئة مفتوحة، أنا معرض لأن أنا أتعرض لحاجات كتير ممكن تحصل غير الشمس. الكائنات البحرية اللي موجودة، ناس كتير بتتعرض للسعات. غير كده الناس اللي أساساً بشرتها مش سليمة، الناس اللي بتعاني من حب الشباب، الناس اللي بشرتها حساسة، لازم تعرف إزاي تهتم بشكل مناسب، لأن لكل مقام مقال. مش كل الناس زي بعض، وكل حاجة ليها طريقتها. عشان كده لازم نسأل الطبيب المختص عن الحاجة الأمثل لينا اللي تناسبنا في الوقت ده.